مساء الخير، أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري هاوس. والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفنانتنا النهاردة من نوع مختلف، فنانة جميلة جدا ولكن يهودية الجنسية، نينات نجوى سالم. وبتك على كلمة يهودية علشان هنتوصل لشوية معلومات كده في قصة حياتها. اسمها الحقيقي نظيرة موسى شحاتة. تاريخ ميلادها 17 نوفمبر 1925. تاريخ وفاتها 12 مارس 1988. توفت عن عمر يناهز 63 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. ممثلة مصرية من أصول لبنانية لأن أبوها لبناني يهودي. اتولدت في مصر عشان كده خدت الجنسية المصرية. أول حاجة عملتها اشتغلت في السينما واشتغلت في المسرح وهي عندها 12 سنة. قابلت نجيب الريحاني بالصدفة واشتغلت معاه على المسرح في مسرحية استنى بختك، وكان أجرها عليه 4 جنيه. وبعد كده فضلت تزيد لحد ما وصلت ل40 و50 جنيه. وبعد كده توفى، فاشتغلت في مسارح تانية واتنقلت من المسرح للسينما على طول. خد عندك من فيلم غرام وانتقام، ممنوع لأقل من 30 سنة، موزة و3 سكاكين، القبلة الأخيرة، ذات البيجامة الحمراء، حركة ترقيات، وحاجات كتيرة جدا. حسن ومرقص وكوهين، شمشون ولبلب، ال5 جنيه. عملت أفلام كتيرة جدا وكانت بتطلع في دور كوميدي ودور حلو. سنة 1960 تقريبا أعلنت إسلامها. في بعض الروايات وبعض المواقع كاتبين 1970 والبعض الآخر كاتبين 1960، لكن في الحقيقة ان هو كان 1960 لان هي تزوجت قبل ما تأسلم. دي حكاية طويلة قوي. هي حبت ناقد فني اسمه عبد الفتاح البارودي، كان بيحبها حب الجنون. اول ما اتجوزته مرضيش يخليها تأسلم، لاني فكرة ان انا اغصبك على حاجة دي فكرة مكروهة. فضلت عايشة معاه وهي يهودية لدرجة ان هي اللي راحت قالت له انا عايزة اسلم. طب انت عايزة تأسلمي ليه؟ هي حبت ان هي تكون مسلمة، وبالفعل راحت اسلمت وهي متجوزاه، وفضلت مستقرة على دينها الاسلام لحد ما توفت. عشان كده بقول في الاول يهودية، لانها رفضت ان هي تسيب مصر، ورفضت ان هي تدفع جنيه في اي حاجة ضد الكيان مع الكيان الصهيوني، ورفضت انها تعمل اي حاجة، لدرجة ان هي كانت بتلم تبرعات لمصر في وقت من الاوقات. نجوى سالم جالها زهايمر وجالها نوبات كتيرة جدا بسبب ان المخرجين رفضوا ان هم يشغلوها في وقت من الاوقات. حاجات كتيرة جدا حصلت لها في حياتها وحاجات كتيرة قوي الواحد ما اتكلمش عنها ولا هيتكلم، لان دي قصة حياة انسان عاشها بحلوة ووحشة. ومبدأنا ان احنا ما نحكيش كل حاجة ولكن نحكي الهوامش بس، لاني صدقني حتى لو اتكلمت عن قصة حياة نفسي مش قصة حياة فنان هكتشف ان انا عشت ايام حلوة كتير وايام وحشة كتير. فهو كده، عشان كده اسمك بني ادم، بتعيش يوم حلو ويوم وحش. لا يمكن تعيش الحلو كله ولا يمكن تشوف الوحش كله. الله يرحمه ويرحم الجميع، والله يرحم الناس كتير الكويسة جدا. ومش كل اليهود وحشين ولا كل اليهود صهاينة، في فرق كبير قوي ما بين المعنيين. فالله يرحم كل إنسان طيب عمره ما أذى حد. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تترحم على الفنانة الكبيرة دي وتترحم على كل الناس اللي ماتت، سواء تعرفهم أو ما تعرفهمش، فأنت هتكسب ثواب وهم هيكسبوا ثواب. ونحب نقولك لأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، علشان كده استنانا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.